أنا جنبك يا صاحبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة حدوث الزملكاوية، ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. الزمالك خسر البطولة. لعبنا ماتش سيء جدا، أسوأ نهائي لعبه الزمالك في تاريخه. لو الخوف بني آدم كان الواحد قتله وارتاح والله وريح الدنيا كلها. لما 60 70 ألف متفرج، ناس جاية من أسوان وناس جاية من مطروح وناس جاية من قنا وناس جاية من كل حتة، من كل محافظة في مصر. الناس دي انتوا مش عارفين عملوا ايه عشان يوفروا تمن التذكرة وعشان يسافروا ورا الفرقة لغاية القاهرة، ويسافروا من بدري. من ناس موجودة في الاستاد من 5 6 ساعات قبل الماتش. حاجة في منتهى الحسرة، يعني ان الناس دي ما كانتش تستحق كده. واللي يضايق ان الزمالك ما كانش بيلعب فريق مرعب او فريق اقوى مننا فنيا مثلا عشان نقول ان دي امكانياتنا ودي حدودنا وما نقدرش. بالعكس، انت كنت تقدر تخلص الماتش ده من اول نص ساعة. انت نزلت الماتش بتشكيل جيد متوازن. الزمالك بدأ بالمهدي سليمان، محمد ابراهيم باك يمين، حسام واسماعيل قلبين دفاع، احمد فتوح اللي مش شايف يا جماعة، مش شايف قدامه. باك شمال شحاتة، ربنا يكون في عونه طبعا. هيشيل شيلة مش شيلته، وربنا معاه وربنا يكون في عونه. ومنتهى الظلم ان الناس تشيل شحاتة الليلة ديت، لان شحاتة يعني ربنا يكون في عونه يعني، وربنا يصبره ويرحم والده. عبد الله السعيد اللي برضه مش شايف، ادم كايد اللي ما جاش طول الماتش ومش عارف بدأ ليه، عدي الدباغ، شيكوبانزا، خوان بزيرة. الزمالك بدأ الماتش في أول دقايق الماتش. الزمالك بدأ عايز يضغط وعايز يحاول. من أول كورة ومن أول نقلة، كورة راحت لآدم كايد، دفاع اتحاد العاصمة الجزائري، اللي عنده مشاكل كتير واللي عنده دفاعات كتير، واللي لو كان الزمالك لعب عليه كان طلع منه مشاكل كتير. مع أول كورة ومع أول ضغط ضربوا خبطوا قدم كيد. الزمالك خد ضربة جزاء في الدقيقة التانية، اتسجلت في الدقيقة الخامسة. بس انت مع أول 5 دقايق انت متقدم 1-0 وتعادلت. المفروض ان انت تهدى وتبدأ ان انت تمسك كورة وتبدأ تفرض أسلوب لعبك وتروح. انت ما عملتش كده طبعا. انت جبت جون في الدقيقة 5، رجعت لغاية الدقيقة 9 10 هم ماسكين الكرة وعمالين بيحاولوا يهاجموا. في الدقيقة 11 12 جالنا فاول من بره من عند نص الملعب. اتنفذ الفاول على البعيدة، زي ما الناس كلها اتكلمت ان هم عندهم مشاكل في العرضيات على البعيدة. اتلعبت على البعيدة، اتصلحت لمحمد اسماعيل. والجون التاني اللي كان اتلغى لان كان اسماعيل تسلل. فانت قدام فريق، انت لو قررت بس ان انت تطلع تلعب كورتك وتهاجم، هتجيب جون وهتجيب التاني وهتجيب التالت وهتريح الناس اللي في المدرجات دي. لكن كابتن معتمد جمال بقرار عبثي غريب، مش عارف كان بيفكر في ايه. قرر ان هو من الدقيقة 5 للدقيقة 85 يرجع وما يضغطش وما يعملش فرصة واحدة، يعملش هجمة واحدة. أول فرصة للزمالك في الدقيقة 85 بعد نزول ناصر منسي، العرضية اللي اتلعبت من محمد إبراهيم لناصر منسي، وناصر منسي لعبها. وبعدها بالزمالك ما حاولش ان هو يكرر، ما حاولش ان هو يلعب عرضيات ويحاول يزود الكثافه الهجوميه ويحاول يشكل خطوره على الخصم. الزمالك من اول الماتش، من اول ما جاب الجون، الزمالك قرر ان هو يلعب لغايه ما يروح لضربات الجزاء. ومش عارف بناء على ايه. يعني لو كابتن معتمد جمال كان جه قعد قبل الماتش قال خلاص احنا كسبنا 1-0 وهنلعب ضربات جزاء، وحاول ان هو يختار 5 لعيبه يلعبوا ضربات الجزاء، كان هيلاقي صعوبة. حد يقول لي 5 لعيبة في سكواد الزمالك ده يلعبوا ضربات جزاء؟ أصلا مفيش. أنت عندك مين اللي يلعب ضربات جزاء؟ حسام عبد المجيد وعبد الله السعيد. أنت لعبت خوان بالزيرة، وتحدى أي حد كان قاعد بيتفرج ساعة ما خوان بالزيرة كان داخل يلعب ضربة الجزاء، كان عنده إحساس مليون في المية إن خوان بالزيرة هيضيع وهيشيل الليلة. لأن أنت ما شفتوش بيلعب ضربات جزاء، وهو أصلا عنده مشكلة في الفينش. طب انت بتلعب على ضربات، عايز توصل لضربات الجزاء، تخرج عدي الدباغة. طب انت خرجت عدي الدباغ، تنزل سيف الدين الجزيري اللي بقاله 5 6 شهور ما بيلعبش كورة، مش معاك أصلا، هو مش معاك أصلا في الفرقة. آدم كايد سيء جدا. أحمد فتوح مش شايف قدامه، مش عارف مش عارف يباصي، مش عارف يقف على الكورة.
قدمنا ماتش سيء وفاز ما يستحق يا جماعة، مش هنضحك على نفسنا، ومش عايز الناس تشيل شحاتة الليلة، لأن شحاتة ربنا يكون في عونه، وشحاتة يشكر جدا إن هو قدر إن هو يقف في الموقف زي دوت، ويتحمل مسؤولية إن هو يشيل شرط الزمالك، شرط القيادة، ويبقى كابتن النادي في نهائي قاري زي دوت. مش ما ينفعش ألوم على محمود بنتايج اللي خد طرد في ماتش الذهاب بسبب الاعتراض، وخسرنا مكانه، وكنا محتاجينه جدا الماتش ده، ان هو كان يبقى موجود هو الباك وفتوح في نص الملعب بدل ادم كايد اللي تقيل قوي يا جماعه، وما ينفعش في الزمالك، ما ينفعش يكمل في الزمالك. خلاص البطوله خلصت، والزمالك للاسف ما كسبش البطوله، واحنا كلنا، انا واحد من الناس لو كنت جيت تسالني ايه الاهم بالنسبه لك، تاخد الكونفدراليه ولا تاخد الدوري، كنت اقول لك الكونفدراليه لسبب واحد بس، ال4 مليون دولار. البطوله كبطوله كقيمه هي مش ما تهمناش قوي. الزمالك ما بيلعبش عشان ياخد الكونفدراليه كقيمه الكونفدراليه، الزمالك بيلعب عشان ياخد الكونفدراليه، عشان خاطر ال4 مليون دولار دول كانوا ممكن يحلوا لك 13 14 قضيه من ال 17 قضيه اللي عندك، بطوله الكونفدراليه بس. دلوقتي انت المكافاه اللي هتاخدها حوالي 2.5 مليون دولار، فمش عارف هي هتسد ايه ولا هتعمل ايه، بس دي مشكله اداره، ودي قصه الاداره، وهم المسؤولين عن الليله ديت، مش قصتي. هم يحضروا فلوس لفك ايقاف القيد، ويحضروا فلوس لصفقات، لان انا مش قصتي. انت راجل جاي وعارف مشاكل الزمالك، لو انت مش قدها سيبها وامشي. تاني ارجع اقول لك، لو انت مش قد المشاكل دي سيبها وامشي. نيجي بقى لكابتن معتمد جمال. كابتن معتمد جمال الناس كلها كانت بتطالب ان هو يبقى موجود. انا النهارده بقول لك الزمالك محتاج مدير فني اجنبي كفء كبير من اول السنة، عشان على الاقل يعرف يلعب الماتشات اللي زي ديت، الماتشات اللي انت تبقى محتاج ان انت تبقى ضاغط فيها ومستحوذ وبتلعب على ان انت تجيب جون والتاني. انت محتاج مدرب يبقى موجود كبير. كابتن معتمد لو متاح ان هو يبقى موجود معاه مفيش مشكلة، لكن الزمالك محتاج مدرب يقوده يعني من السنة الجديدة. خلاص الكونفدرالية خلصت، عندنا ماتش يوم الأربع. طبعا بنسبة كبيرة أنا بقول لك الماتش ده أنت مش هتحقق فيه نتيجة إيجابية، لأن اللعيبة منهكة ومجهدة بدنيا، ومفيش اللعيبة مش قادرة تقف على رجلها. فتوح مش قادر يقف، عبد الله سعيد مش قادر يقف، محمد اسماعيل خلاص مات جاب آخر يعني في آخر الماتش، ناصر منسي مش قادر يجري، عودية دباغ تعب، حتى محمد ابراهيم باين عليه ان هو مجهد وتعبان. محمد شحاته ربنا يكون في عونه. اعتقد ان محمد شحاته محتاج يريح الماتشات اللي جايه ديت، هو فاضل ماتش في الدوري، ما اقدرش اقول لك ريحه، لازم يبقى موجود في الماتش، ولازم تلعب على ان انت تكسب الدوري. خلاص ما عادش في اي فرصه ان انت تخسر الدوري، لان انت لو كنت خسرت الدوري وانت واخد الكونفدراليه كانت هتبقى وقعها بسيط شويه، لكن دلوقتي هتبقى كارثه من الكوارث بعد كارثه النهارده طبعا. لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. مش عايز الناس ت... تزعل نفسها قوي يعني، وخلاص طول وانت عملت كل اللي تقدر عليه. كان ممكن تعمل اكتر من كده، لكن كابتن معتمد جمال للاسف كان له رأي تاني. كابتن معتمد جمال هو اللي كتف الزمالك، اللي يضايق في البطولة التاني، مش ان الزمالك خسر بطولة. عادي انت وارد تلعب بأي بطولة وتخسرها، لان انت اصلا مش فريق كامل وواقف على رجله، انت فريق عنده نواقص كتير جدا وعنده مشاكل كتير جدا. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. نركز في ماتش يوم الاربعاء قدام سيراميكا، لان ما عادش في امل ان انت تعمل اي حاجه تانية غير ان انت تاخد الدوري عشان تلعب افريقيا وتبدا ان انت تبني نفسك من الموسم الجديد. محتاجين مدرب بسرعه، ومحتاجين ان احنا نفك ايقافات القيد اللي علينا عشان نشارك في افريقيا، ومحتاجين صفقات. انت محتاج وينج شمال بسرعه، لان انت مش هينفع تعتمد على شيكوبانزا على طول ويكون البديل بتاعه يا اما عودية يا اما سيف الدين الجزيري. محتاجين وينج شمال في المكان ده، وينج قوي وياريت يكون محترف. محتاجين لاعب 8 بسرعة بدل عبد الله السعيد، عشان فتوح مش هيسعفك طول الموسم، وعبد الله السعيد ما عادش يقدر ان هو يلعب 90 دقيقة كل الماتشات. محتاجين لاعب 6 بديل لشحاتة. محتاجين مدافع تقيل يكون موجود في الزمالك مع حسام واسماعيل والونش. محتاجين حاجات كتير. محتاجين ان انت تشوف مين اللي مكمل من عواد وصبحي والمهدي سليمان، وانا برشح ان عواد وصبحي يمشوا اصلا، مش واحد منهم، الاتنين يا جماعة يمشوا، والمهدي سليمان موجود معاك. وشوف حارس صغير يبقى موجود مع المهدي. شوف زي ما قلت لك، نشوف باك يمين بيبقى بديل لعمر جابر ومحمد ابراهيم، او يلعب على عمر جابر ومحمد ابراهيم مفيش مشكلة. لازم نشوف ارتكاز قوي قوي
ارتكاز تقيل، لازم نشوف 8 محترف، لازم نشوف وينج شمال محترف. ولو قدرت ان انت تجيب وينج يمين بديل لبزيرة تبقى حاجة عظيمة جدا. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، خلص الماتش. يا ريت كل الناس تتفرج عليه، طبعا عارف الناس كلها زعلانة ومتضايقة، بس هنعمل ايه بقى؟ الحمد لله. اعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وبإذن الله نطلع بكرة نحلل الماتش بلقطات بقى فنية ونتكلم على كل اللي حصل. الواحد ما عندوش طاقة ان هو يتكلم دلوقتي، ومتضايقين ومزاجنا وحش. الحمد لله يعني نركز في ماتش يوم الأربعاء، بإذن الله نحتفل بالدوري كلنا يوم الأربعاء. كان معاكم محمد عمر من قناة حدوتة الزملكاوية. سلام.